شفتوا الفيديو اللي فات اللي نزلته امبارح ده؟ كنت بتكلم فيه عن الاي اي وانه بيغلط وكده. ففي بعض اصحابي الحنكة دخلوا قالوا لي لا، ده ما بيغلطش، الناس اللي بتقدسه اللي انا اتكلمت عليه. اتفرج معايا كده. شات جي بي تي والحاجات اللي احنا بنتعامل معاها كل يوم دي بتطلع معلومات غلط. صح. ليه؟ دي ظاهرة مهمة جدا اسمها ظاهرة الهلوسة أو الهلوسينيشن. بتطلع معلومات غلط لأن هي دي الميكانيزم الأساسي اللي بيخليها ذكية. سبحان الله، يعني بص، يعني هي اتس كونتروفيرشي كده، ان هي أصلا عشان المودلز دي تبقى قوية هي محتاجة الطريقة اللي هي بتشتغل بيها تبقى فيها شيء من الكرياتيفيتي أو الإبداع أو إن هي تجتهد. تمام. عشان هي تفهم الكلمه اللي جايه ايه دي لازم يبقى عندها مساحه من الاجتهاد. يعني مش هتعرف تضيق المساحه دي قوي، لان انت لو ضيقتها خلاص، ما انت القوه اللي احنا شايفينها دي اللي هو تقول لها مثلا اكتبي لي السكريبت مثلا المفروض امشي عليه في الحلقه دي النهارده او whatever. تمام، مش هيبقى عندها. فهي عشان تعمل ده محتاجه يبقى عندها مساحه من الاجتهاد، فساعات بتحك منها. ده عمر ماهر وبقاله اكتر من 15 سنة في مجال الذكاء الاصطناعي، او الذكاء الاصطناعي موجود من قبل شات جي بي تي وجيميناي. لو حابب تتفرج على البودكاست ده ابعت لي في كومنت وهبعته لك. سلام.